5 4 3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة. كل المقادير اللي هنحتاجها: كوباية من الزيت، كوباية من الدقيق، كوباية من السكر، وكوباية من اللبن الحليب. هحتاج معاهم بيضتين، وهحتاج 4 معالق كاكاو خام. هناخد المقادير دي كلها ونبدأ نضربها في الخلاط. هنحط كوباية اللبن، وبعدين هنحط كوباية الزيت، وبعدين هنحط عليهم كوباية السكر، وهنضيف عليهم 4 معالق من الكاكاو الخام، ونبدأ نضرب الخليط في الخلاط لحد ما يمتزج تماما ويبقى القوام بتاعه تقيل. واذا كان القوام خفيف شوية هنبدأ نزود حبة كاكاو كمان عشان يبقى تقيل معانا. هنشيل كوباية من الكاكاو اللي احنا عملناه او الخليط اللي احنا عملناه في التلاجة، وده للتزيين لصوص الشوكولاتة في الاخر. بعد كده هنحط البيض على الخليط اللي احنا عملناه ونبدأ نضربه في الخلاط تاني. هنجيب بولة وهنحط فيها كوباية الدقيق وعليها بيكنج باودر، نبدأ نخلط الدقيق مع المبودر، وبعدين هنجيب الخليط اللي احنا عملناه بالبيض نحطه على الدقيق، ونبدأ نقلب الخليط زي ما انتم شايفين لحد ما يديني القوام اللي انا محتاجاه للكيكه. طبعا هو مش بيكون القوام تقيل قوي ولا خفيف قوي. نبدأ نعجن جامد وما نخليش اي دقيق خالص. نبدأ نجيب من فوق لتحت لحد القوام بتاعي ما يظبط معايا. اذا احتجت دقيق بحط، واذا ما احتجتش خلاص. بس هي بالمقادير دايما بتكون مظبوطه. يعني لو هتبصوا هتلاقوا العجينه بتتقل معايا، بس في نفس الوقت متبقاش عجينه جامده. بصوا بتبقى سايله شويه ازاي، بتنزل من المعجن. بنبدأ نصبها. طبعا بنكون محضرين صينيه مدهونه بالسمنه، وبنبدأ نصب فيها الخليط، وما نخليش الخليط كتير في الصينيه بحيث ان هي تكون واخده مساحه انها ترفع معاه. ببدأ ادخلها الفرن طبعا على درجه حراره 180، ويكون الفرن سخن. دلوقتي احنا طلعناها، المفروض انها تكون بردت. بنقطعها وبنبدأ نجيب صوص الشوكولاته اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة، بنبدأ نصب عليها صوص الشوكولاته. صبيت صوص الشوكولاته عليها كلها، وزي ما تحبي ممكن تقطعي قطعة وتصبي عليها من فوق، او تصبي على الصينيه بحالها زي ما تحبي. 5 4 3 2 1